حضرتك فارس به الملياردير علي، كل الستات تتمني نظره منه. بس أنا مشي من الستات دي. أنا واحده زي ما بيقولوا وش فقر. مش هقدر أرضى غروري معاليك يا باشا وأوافق على عرضك المغري ده، فسبني في حالي وخليني امشي من هنا أنا وأمي ووعدك كمش تشوف وشيتني أبدا. حاصرها بينه وبين الحائط خلفها، وابتسم لها ابتسامه صفراء ويقول بثقة: أنتي فعلا لو خرجتي من هنا مش هشوفك تاني، لأنك تتقتلي أول ما تخرجي من باب القصر. رمقته بنظره محتقره وهي تقول: مش مستغربه على فكره ما أنك ضبطني النار قبل كده، فعادي إنك تقتلني. بس الأعمار بيد الله وحده، ولي مكتوب لي شوف هون فضلك أبعد أيدك دي خليني أعدي لكم الحائط بقبضة يده يقوه، وتحدث بصوت عال للغاية يدل على نفاذ صبره وشدة غضبه. أنتي دماغك دي بتفكر إزاي؟ فوقي تهورك بالكلام داخلك مستهدفه من ناس عايزين يخلصوا عليك أنتي وأي حد تابعك، وانا عايز أساعدك واحميك يا هانم. إسراء بصواغ: لو عايزة تساعدني فعلا يبقي متجبرنيش على الجواز منك، ولو علي الحماية فالحامي هو ربنا. يا بني آدمه افهمي أنتي مش هينفع تخرجي برا القصر، وبنتك أنا حاطط عليها حراسه هي وعمها ومرات عمها كمان، لحد ما أكتب عليك واجبها لك منه. قالها فارس بهدوء رغم شدة غضبه منها. نظرت له بحزم وتحدثت بإصرار قائله: أنا مش جوزك، ولو هفضل هنا في القصر يبقي سبني اشتغل عند الست خديجة إن شاء الله خدامه وساعتها هبقي تحت حمايتك واخد مرتب على شغلي أقدر أصرف بيه على أمي وبنتي، ويبقي كده كتر ألف خيرك أوى. غير كده يبقي الله الغني عنك وعن خدماتك يا فارس باشا. ابتعد عنها وهو يرمقها بنظرات منذهلة. عقله غير قادر على الاستيعاب. أيعقل تلك الساحرة ترفض الزواج من فارس لدمنهوري؟ دار حول نفسه وهو يفر.